وصاحب العقلية العلمية الموضوعية يعلم أن مبنى الإسلام على أصلين: ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد الله إلا بما شرع. يقول سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالله لا يعبد بالبدع، ولذلك لا بد من الدعوة إلى التوحيد، ولا بد من التحذير من الشرك والبدع والمبتدعين. فمن البدع التي انتشرت في هذا الشهر بدعة الاحتفال بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فاعلم أيها المسلم، ليس ثمة في شريعة الإسلام شيء يسمى بذكرى الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يكن الصحابة رضي الله عنهم، وهم خير الخلق بعد الأنبياء والرسل، لم يكن الصحابة ولا التابعون ولا الأئمة الأربعة يعرفون مثل هذا اليوم في دينهم. وهذه البدعة لم تقتصر على إطعام الطعام ودراسة سيرة النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم وقراءة القرآن، هذا الذي أجازه بعض العلماء، ولكن هناك من جعل هذا الاجتماع مشتملا على محرمات ومنكرات، كالاختلاط بين الرجال والنساء والرقص والغناء والطرب وأعمال شركية، كالاستغاثة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك وجب علينا أن نبين معنى الاستغاثة، وجب علينا أن نبين للقوم معنى الاستغاثة. الاستغاثة هي طلب العون، الاستغاثة هي طلب الغوث، وهي إزالة الشدة. والاستغاثة نوعان: هناك استغاثة جائزة، وهناك استغاثة محرمة. فأما الاستغاثة الجائزة هي الاستغاثة بالحي الحاضر فيما يقدر عليه، كقوله تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. وأما الاستغاثة المحرمة هي الاستغاثة بالأموات وبالغائب وبالحي الحاضر فيما لا يقدر عليه، وهذا شرك أكبر باتفاق العلماء، مخرج عن الملة إلا في حق من كان يجهل ذلك أو له مانع من موانع التكفير، حتى لا يتقول علينا أننا نكفر الناس. فمن كان جاهل هذا لا يكفر. والله عز وجل يقول: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. والقطمير هو القشرة البيضاء التي تحيط بنواة التمر. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فالاستغاثة بالأموات شرك أكبر، وهذا باتفاق أهل العلم. وهذه العبادة الاستغاثة بالله من أجل ومن أكمل العبادات. والعجيب أن المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا نزلت بهم شدة وحدوا، كانوا يوحدون في الشدة ويشركون في الأمن والرخاء. وأما الناس اليوم إذا نزلت بهم شدة يستغيثون بالأموات، يقولون: يا رسول الله أجرنا، يقولون: يا بدوي اغفر لنا، إلى غير ذلك من الشركيات. فأيها المسلم، كن
من أصحاب العقلية العلمية الموضوعية. فنبيك صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الناس بنفسه لم يحتفل بمولده وإنما ترك هذا الاحتفال، وهذا ما يسمى بالسنة التركية، تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم